السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ وحشني. معاكم رانيا، فضفضة قلبي مع رنوش. النهارده نحكي حكايه جديده، فضفضه جديده من القلب. ويا ريت تقولوا لي بتتابعوني من انهي بلد وتفعلوا الجرس، ويلا بينا فضفضه جديده وحكايه جديده. كنت فاكره اني لما احب بصدق هلاقي نفس الصدق قدامي. كنت مؤمنه ان التضحيه هترجع لي يوم من الايام بالحنان، وان الصبر هيتكافئ بالاهتمام. بس الحقيقة اللي عرفتها متأخر إنه مش كل اللي بيوعد بينوي ينفذ. كنت أنا وهو قصة باين من بره إنها حلوة، صور وضحك وكلام حب، لكن اللي محدش كان يعرفه إنه جوه العلاقة دي كان في وجع، كان في كسرة، كان في إهمال بيقتلني كل شوية. أنا كنت دايما موجودة في أضعف أوقاته قبل قوته. كنت اللي بسمعه واللي بشيل عنه واللي داوي. بس أول ما جالي وقت ضعفي لقيت نفسي لوحدي. هو اختفى. ساعات كان بيرد عليا بكلمة باردة، وساعات بيتجاهلني كأني مش موجودة أصلا. كنت أبرر لنفسي يمكن تعبان، يمكن مشغول، يمكن الدنيا واخداه. بس الحقيقة إنه ما كانش عايز يكون موجود. عارفين إيه أصعب لحظة؟ لما تستني كلمة تطمنك وما تجيش. لما تفتكر انك الاولى وتكتشف انك مجرد اختيار، والاختيار ده ما اتخدش. وجعتني فكرة اني ضحيت بكل حاجة مقابل لا شيء. انا كنت برسم مستقبلي وياه، وهو كان بيرسم مستقبله بعيد عني. في يوم لقيت نفسي بقلب في صورة واقرا كلامه القديم. ضحكت ضحكة مليانة مرارة. ازاي صدقته؟ ازاي كنت فاكرة ان الكلمة ممكن تعيش من غير فعل؟ الخذلان مش بس وجع، الخذلان بيعلمك انك ما تديش كل قلبك لحد الا لم يثبت انه يستاهل. بيعلمك انك تحب نفسك الاول، لان محدش هيخاف عليك زيك. اللي وجعني النهارده هو السبب اني اقوى بكره. واللي خذلني هو اللي خلاني اعرف اني مش محتاجه غير نفسي. يمكن كنت سبب في وجعي، بس صدقيني بقيت انا سبب في قوتي. وانا النهارده مش بعيط عليك، انا بعيط على نفسي اللي صدقتك. لكن خلاص الصفحة اتقفلت والدرس اتعلمته. ولو انت بتسمعني دلوقتي افتكر اللي يخذلك مرة هيخذلك 1000 مرة. اختار نفسك قبل ما تختار اي حد. صح، حبي نفسك، حبي حياتك، حبي عيشتك قبل ما تفكري تحبي حد. ما يمكن اللي بتحبيه دوت هو فعلا سبب كسرتك وكسرة قلبك، اللي يخليكي طول عمرك ما تفكريش في حد تاني. عشان كده لازم تقوي بنفسك انت وبربنا. طبعا بربنا قبل اي حد. ارجعي لربنا بقى قبل اي علاقه. صلي صلاه استخاره، يمكن ربنا ينور لك طريقك، يعرفك الشخص ده قبل ما تحبيه من قلبك وتتكسري. اللي الصلاه ربنا يبين لك الشخص ده مش مناسب ليكي قبل ما تقعي معاه في قصه حب وانت اللي تتوجعي فيها. الراجل مش بيتوجع، الست بتتوجع اكتر. الراجل هينسى، هيكمل حياته وهيعيش. لكن في ست ما بتقدرش تنسى حبها. عشان كده ده رأيي. مش عارفة رأيكم زي رأيي ولا لأ. يا ريت لو رأيكم زي رأيي أو رأيكم مختلف عن رأيي أستنى كومنتاتكم الجميلة على صفحتي، وهرد عليكم ونشوف آراء بعض، وإن شاء الله ما فيش يكون في اختلاف ما بيننا وبين بعض. ومع السلامة. رانيا فضفضة قلبي مع رنا.